ناس كتيرة بتقول انه العلاقات ملهاش لازمة، وانه الاحسن والامن عشان انا اتعورت كتير قوي من الناس ان انا اقطع كل علاقاتي وملهاش اي لازمة الموضوع ده. بس في الحقيقة انه العلاقات حاجة مهمة قوي لينا. ليه مهمة؟ في عالم نفس بيقول انه كل كبران انا بكبره في حياتي، كل حاجة انا اتعلمتها في حياتي هي بسبب علاقات. صح؟ اهلنا، مدرسينا، جدتنا، ايا كان، حتى الناس صحابنا، وكل وجع وألم أنا عديت بيه في حياتي برضه بسبب علاقات. بس مرات احنا بنركز على الوجع ونفتكر ان احنا اتوجعنا، ومن غير ما نفتكر ان احنا كبرنا برضه بسبب العلاقات دي. طب ليه مهم قوي العلاقات؟ يعني ليه احنا كبني ادمين محتاجين علاقات؟ هتقولوا لي عشان احنا انسان مخلوق علاقاتي. صح. ليه بقى؟ هما في 4 نقط. اول حاجة لان احنا محدودين. يعني ايه؟ يعني كل واحد محتاج التاني. يعني انا بعرف اعمل حاجات صاحبتي بتعرف تعمل حاجة تانية، انا مش بعرف اعمل كل حاجة في الدنيا. فاكرين زمان لما كان قبل ما يبقى فيه فلوس كانت في حاجة اسمها المقايضة؟ يعني مثلا أنا عندي فرخة وصاحبتي عندها بسلة وواحدة عندها رز، نبدل مع بعض نعمل طبخة فيها فرخة وبسلة ورز. نفس الحكاية، أنا بعرف أعمل حاجات، صاحبتي بتعرف تعمل حاجات، واحدة تانية بتعرف تعمل حاجات تانية. فاحنا محتاجين لبعض. احنا إنسان محدود، ما فيش حد يقدر يعيش لوحده ويعمل كل حاجة في الدنيا لوحده. دي أول حاجة. تاني حاجة ان احنا محتاجين للحب. كلنا محتاجين للحب. ما ينفعش اقول انه انا مكتفي بذاتي وانا تمام وزي الفل ومش محتاج حد. لا، انا محتاجة احب واتحب. انا محتاجة يبقى في ناس في حياتي يحبوني واحبهم. ده احتياج طبيعي، ربنا خلقنا كده. تالت حاجة انه العلاقات مراية لينا. لما بتكون العلاقات اللي هي القريبة الحقيقية، اللي هي الناس اللي بجد بتعامل معاهم عن قرب، زي مثلا أختي، مامتي، بابايا، جوزي، عيالي، كل ما أنا كنت قريبة منهم كل ما كانوا مراية ليا. فانا بكتشف مثلا اختي تيجي تقول لي على فكره انت كنتي عصبيه قوي في الموقف الفلاني، خلي بالك، او ده مش احسن طريقه. او مثلا بعد ما اتجوز اكتشف حاجات تانية جديده في نفسي، لانه انا جايه من بيت وجوزي جاي من بيت تاني، فاختلافات بيوتنا وخلفياتنا بتبان قوي، فبنبتدي نتخانق ونتصادم لان احنا مختلفين. فبالتالي ابتدي اكتشف حاجات في نفسي ما كنتش اعرفها، لان احنا كلنا كبيت مثلا كلنا مهرجلين ومش منظمين وما بنقفلش الظرف وما بناخدش بالنا من الحاجات دي. فانا عمر ما حد قال لي انت مش منظمه، يعني انت مهرجله. وبكده اتجوزت واحد هو منظم ودقيق وبيفرق معاه التوضيب، فاكتشف ان انا محتاجه اشتغل على الموضوع ده شويه. فالعلاقات القريبه بتكون مرايه. بعد شويه اجيب عيال واكتشف بقى حاجات تانية في نفسي، الاقي ابني بيعمل حاجات شبهي وابتدي اكتشف انه ايه ده، انا ما كنتش اعرف ان انا بعمل الحاجات دي. العلاقات مراية لينا. احنا محتاجين العلاقات عشان هي تالت حاجة مراية. رابع حاجة انه في العلاقات دي بنعرف الله. ازاي؟ يعني مثلا انا بعرف الله العادل، او الله اللي بيميز بين الصح والغلط مثلا من ابويا. بعرف الله اللي بيحب محبة غير مشروطة من امي. بعرف الله اللي بيدي جامد قوي وعنده عطاء مثلا من صاحبتي المعطاءة جدا. بعرف الله اللي بيغفر من جوزي اللي بيسامح على طول الناس كلها ايا كان. بس انا بشوف الله في الناس اللي حواليا. فهم دول ال4 حاجات اللي تقول لنا انه احنا محتاجين العلاقات. فالظاهر كده انها حاجة صعبة، بس هي مستاهلة، احنا محتاجينها.